إلى روح الفقير المقبول له بإذن ربه سبحانه وتعالى. يرحم الله من أعاد قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى روحه الطاهرة مع ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي حسن بن علي، وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وولدك المنتظر. طبتم سادتي وطابت أرض فيها دفنتم، وفزتم عند الله فوزا عظيما. قال نبينا الأكرم محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ونحن نشارك عالمنا الإسلامي بإحياء هذه الذكرى المحزنة الأليمة، ذكرى رحيل ووفاة إمامنا الحادي عشر الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. سأجعل الحديث عن الإمام الحسن بن علي موزعا على 3 مستويات. المستوى الأول المتعلق بموقعه التشريعي الشرعي المنصوص عليه من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا المستوى هو الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى، أئمة أهل البيت الذين نص عليهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عددا واسما. في ذكرى رحيل إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ذكرت حديثا على هذا المستوى، حيث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وبشكل واضح يذكر الأئمة 12 ويذكرهم بأسمائهم الكريمة التي نتداولها نحن. أما الليلة فسأذكر حديثا آخر. ذلك الحديث كان متصلا من حيث السند بجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، وهذا الحديث متصل من حيث السند بعبد الله بن عباس. ولما
يأتي الحديث، هذا من وجهة نظري علم الحديث، لما يأتي الحديث بنفس المضمون مختلف الألفاظ ومن جهات عدة من حيث السند تتصل بالنبي صلى الله عليه وآله، يصبح هذا الحديث حديثا متواترا، وهذا ما يساعد على أن الحديث صحيح من حيث النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس: قدم يهودي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه نعثل، فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أسألك عن مسائل تتلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عليها أسلمت على يديك. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا أبا عمارة. وهذا يعني أن الرسول الكريم كان يعرف هذا اليهودي، ولذلك كنا: سل يا أبا عمارة. فسأله السؤال الأول عن الذات، ذات الله سبحانه وتعالى، ثم أسئلة ثاني وثالث ورابع، وكان من أسئلته ما هو محل شاهدي في هذه المناسبة. قال له: أخبرني من وصيك من بعدك، أو إذا أردنا نص العبارة: أخبرني عن وصيك من هو، فإن ما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران سلام الله عليه قد أوصى إلى يوشع بن نون، فوصيك من هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وصيي علي ابن أبي طالب، وبعده سبطاي حسن وحسين، وتستتبعه 9 أئمة من صلب الحسين. فقال ذلك اليهودي الذي اسمه نعثل: فسمهم لي يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى الحسين فبعده ابنه علي، فإذا مضى علي فبعده ابنه محمد، فإذا مضى محمد فبعده ابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فمن بعده ابنه موسى، فإذا مضى موسى فبعده ابنه علي، فإذا مضى علي فبعده ابنه محمد، فإذا مضى محمد فبعده ابنه علي، فإذا مضى علي فبعده ابنه حسن، فإذا مضى حسن فبعده ابنه محمد المهدي الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحديث مروي في كتب الطرفين الفئتين الإسلاميتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أئمتنا الأطهار، يذكرهم بالعدد وبالاسم، وقد نص على الإمام 11 الحسن بن علي العسكري من حيث العدد، شخصه وكذلك الاسم. إذن موقع إمامنا التشريعي من حيث النص عليه من النبي صلى الله عليه وآله موقع شرعي منصوص عليه من الله سبحانه على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني:
قد يظن الكثير من الناس بل الأكثر، قد يظن غالبية المسلمين أن الإمامة أي إمام كان من الأئمة الاثني عشر، إذا ما نظرنا إلى واقعه القيادي الميداني العملي كما ينص عليه المؤرخون والرواة وكما نعترف به نحن كشيعة، نقول نعم إن هذا صحيح. هذا الواقع الميداني المتعلق بمقدرات الناس وحاجيات الناس ومصائر الناس على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى مستوى الحرب وعلى مستوى القضايا الأخرى، موقع الإمام سلام الله عليه العملي القيادي من حيث الواقع التاريخي لا يتناسب مع هذه الحرمة والقداسة التي تروونها لهم من خلال الكتاب ومن خلال السنة. هذا الذي نص الله عز وجل على لسان نبيه على أنه الإمام القائد للأمة المسلمة وهو منصوب من الله. لو رجعنا إلى واقعه كقائد منصوب من الله، القيادة ذات الصلة بمقدرات الناس وبحوائج الناس وببناهم كمصطلحنا اليوم، هذا الواقع لا يتناسب مع هذا الاهتمام ومع هذا التقدير ومع هذا الموقع، حيث أن الإمام أي إمام من أئمتنا سلام الله عليهم هكذا يقول المستشكل وأغلب الناس هكذا يقولون، يقضي فترة قيادته للأمة وحياته يقضيها معزولا عن هذا الواقع، معزولا عن الميدان العملي، لا صلة له بمتعلقات الناس الأساسية ومقدرات الناس الأساسية. فهل يتناسب هذا مع هذا؟ نحن نقول من حيث المبدأ هذا صحيح، حيث أن الإمام سلام الله عليه يقضي حياته فعلا معزول عن هذا الواقع، بعيد اليد عن هذه المقدرات، لا يأمر ولا ينهى ولا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يخطط لمستقبل هذه الأمة على المستويات التي ذكرت. هذا صحيح من حيث المبدأ صحيح، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ملاحظتين أساسيتين عندها سيتضح لهذا المستشكل الجواب المقنع إن كان يريد الحقيقة. أولا، أن الإمام من أئمتنا صلوات الله عليهم أي إمام كان حينما اعتزل أو حينما ابتعد عن الميدان العملي على المستويات التي ذكرت، السياسة والاقتصاد والاجتماع وإلى آخره، هذا لم يكن بإرادته ولم يكن برغبة من نتيجة شعوره بعدم القدرة، بعدم الكفاءة، بعدم الإمام معزول، وفرق بين من يعتزل ومن يعزل. الإمام معزول عن هذا الميدان، مبعد عن هذا الواقع الذي هو فعلا واقع قيادته وميدان قيادته وهي وظيفته الأساسية. الإمام معزول ولا يستطيع أن يواجه من بيده هذا الواقع، من هو رب هذا الواقع وقائد هذا الميدان، سواء كان حكام بني أمية أو حكام بني العباس أو العثمانيين أو سواهم. هذا بالنسبة للفقهاء أنا أقصد على الفترة الأخيرة، باعتبار أن القاعدة الكبرى لهذه الأمة همج الرعاة، كما قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يقسم المجتمع إلى 3 أقسام: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. المجتمع الهمج يستطيع أن يتحرك به قائد على هذه المستويات، والمال بيد الخصم، والمال المبذول في الحل والحرام، وأن الإمام يقدر يجيب المال ويبذله،
لكن لا يبذله بالحرام من أجل شراء ذمم عند العسرة تخلي بينك وبين المشاكل، لأن جاء به المال، ما جاء به الوجدان والضمير والاعتراف المستهدف للحقيقة. لما كان الأمر كذلك والتاريخ يشهد على هذا، يقول له ما بال هؤلاء الناس يبغضون عليا مع ما عليه. يسأل هذا أحمد بن حنبل، ويوالون غيرهم مع ما عليه. قال أتريد الجواب؟ قال نعم. قال والجواب العملي؟ قال بلى. قال الموعد عصرا في المسجد الفلاني، والتقى به عصرا في المسجد الفلاني، وكان مكتظا بالناس. صعد الخطيب وهو يقول أيها الناس، إن الحجاج ابن يوسف الثقفي فعل كذا وفعل كذا، وهدم الكعبة وهتك أعراض المسلمين وفعل، ألا فلعنوه. فضج المجلس بصوت واحد: ألا لعنة الله على الحجاج. ثم تأمل برهته، قال أيها الناس، ما لنا والحجاج؟ ما لنا والحجاج؟ الحجاج كان يصوم، والحجاج كان يصلي، والحجاج كان يحج بيت الله، والحجاج كان يساعد الفقراء، وبالنسبة إلى مساويه فمردودة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ألا فترحموا على الحجاج. فضج الناس بصوت واحد: اللهم ارحم الحجاج. قلنا تف عليهم ذولا أجلكم الله. هو هذا المجتمع اللي تريد ينهض بجلسة واحدة يترحم على الحجاج ويلعن الحجاج؟ الهمج الرعاع. الأئمة كانوا يتحركوا على قاعدة همج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. بأي مجتمع ينهض الإمام حتى نقول ليش ما يمارس حياته ودوره في مجاله الذي شرعه الله عز وجل ونصبه من أجله؟ وعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أول الأئمة العمليين الميدانيين بعد سيد الشهداء. يلتقيه أحدهم يقول له: يا علي بن الحسين، يلتقيه في طريق الحج: يا علي بن الحسين، نستكثر عليه طبيعي، تركت الجهاد في سبيل الله لصعوبته، وأقبلت على حج بيت الله لسهولته، والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم يقاتلون في سبيل الله. قال: متى ما جئتني بمن هذه صفتهم سأقدم الجهاد مع عسره على حج بيت الله مع سهولته. بس جيب لي ذول اللي باعوا على الله أنفس وأموال، جيب لي إياهم. أقول يا أيها المستشكل اللي تستكثر على الإمام هذا الموقع وتقول لأنه ما له وجود في الميدان العملي، إذن عليه من هالاهتمام والنص من الله والنص من الرسول. أولا، الإمام لم يعتزل بل عزل، وعزل في الواقع كما قال إمامنا الصادق سلام الله عليه لأبي بصير في طريقه إلى الحج: مروا على راعي يرعى جلكم الله جملة من السخال، فقال له الإمام سلام الله عليه: يا أبا بصير، طبيعي ماشيين تعدوا، يا أبا بصير لو كان معي عدد هذه السخال لما وسعني القعود. يقول أبو بصير: قلت والله ما دامت القضية عدد هذه السخال لابد وأن أعود لأحسب هذه السخال لأعدها. يقول: فرجعت عددتها وجدتها 40 سخي. الإمام يقول له: لو عندي 40 من اللي أعتمد عليهم مثل مالك، لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان صخرا لكان صلدا، لا يرتقيه حافر ولا يوفي عليه طائر، ما وسعني القعود. لكن بمن أطلع عنها؟ أطلع بهاي اللي بساعة واحدة يلعن الحجاج يترحم على الحجاج على الفلوس؟ الإمام عزل وما اعتزل، ولو قدر له أن يمارس دوره على أساس صلب متين يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، والله ما وسعه القعود ساعة.
هذا أولا. ثانيا، هذه القضية التي تتحدث عنها الحكم وسياسة واقتصاد وحرب وسلم هذه القضية مؤلفة من شيئين أساسيين: أصول وفروع. أصول وفروع. فإذا كان الإمام لا يسعه أن يمتلك الاثنين، الأصول والفروع، فعليه الواجب الشرعي أن يتمسك بالأصول وإن ذهبت منه الفروع. الحكم مع متعلقاته سياسة وحرب وجيش واقتصاد وأمر ونهي، هذه كلها فروع. أساسها الذي من دونه لا تساوي شيئا هو الذي تمسك به أهل البيت حينما وجدوا أنفسهم لا يستطيعوا أن يبنوا الفروع على هذه الأصول، وهي مجموعة المعارف الإسلامية المقدسة، هذه المنظومة العظيمة التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتحمل ما تحمل من أجلها، ابتداء من التوحيد الخالص، التوحيد المحمدي، التوحيد العلوي، ابتداء من هذا ومرورا بتلك المقدسات الطاهرة العظيمة، مقدسات الأنبياء والمرسلين: العدل والمساواة والتقوى والجهاد والإيثار والبطولة وإلى آخر ذلك. هذه هي أصول هذه الفروع. فإذا الإمام وجد نفسه أمام أمرين: إما أن يلتمس تلك الفروع على حساب هذه الأصول فتضيع، وإما أن يتمسك بالأصول ويداوم عليها ويجذرها ويحييها، وإن لم تكن هنالك فروع فلتذهب الفروع. لولا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتفرغوا تفرغا تاما لتجذير هذه الأصول ولتجذيرها في الصدور وفي أدمغة الرجال الذين ربوهم على أيديهم، المعروف بالأصحاب الذين انتشروا في أصقاع الأرض وفي مختلف الأقطار الإسلامية يحملون هذا العلم الزاخر عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأصبحت هذه الأصول في خبر كان كما أصبحت تلك الفروع في خبر كان. هاي منظومة الحكام من بني أمية وبني العباس والعثمانيين والأتراك أصبحت في خبر كان، لأنها لم تبتني على أصولها الصحيحة، ولم يبق منها إلا العناوين التي إن مررت عليها لا تستدعي إلا المقت واللعن والاحتقار. إلا أنهم صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء من الإمام زين العابدين، كم ثورة حصلت في زمن الإمام زين العابدين؟ كم ثورة؟ ولا كأنها كانت إطلاقا، ولا كأنها، وكان الناس يتوقعون أن الإمام يستغلها، أن الإمام يستغلها هذه الثورات من أجل الإطاحة بحكم بني أمية والأخذ بثأر سيد الشهداء سلام الله عليه. أبدا، ولا كأنه، لأن يعرف هذه الثورات ستبوء إلى الفشل، لأنها متحركة على قاعدة رعاع، ومعاوية وجماعة معاوية بأيديهم الدنانير الصفراء والدراهم البيضاء، ويشكرون أكبر ذمة. عبيد الله بن العباس مو ابن عم الحسن؟ عبيد الله بن العباس مو ابن عمه، ابن عم اللح. طيب، مو اشترى معاوية مع 8000 من الرعاع بكذا ألف من الدنانير؟ فتفرغ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لإحياء هذه الأصول، وإلى يومنا هذا هذه الأصول العظيمة التي نتمتع بها والتي هي بانتظار من يريد أن يلتمسها لبناء تلك الفروع عليها. نعم، هذه الأصول ثابتة، ولذلك أنا أقول يعني أرد على من يريد أن في يومنا هذا يفصل بين السياسة والدين. اللي يريد يفصل بين السياسة والدين قصده من هذا أن يأتي بسياسة هوجاء ظالمة لا تبقي ولا تذر، ويجعل من الدين عنوانا فارغا لا يضر ولا ينفع.
إذا أردت للدين أن يعمل، وإذا أردت للسياسة أن تكون سياسة حكيمة فاجمع بينها وبين الدين، كما كان دين علي وسياسة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أقول فتفرغ الأئمة ابتداء من إمامنا زين العابدين سلام الله عليه فبنوا الأدبغة العملاقة الحاملة لمختلف العلوم والتي بقيت إلى يومنا هذا نتمتع بها. ولو أن زين العابدين سلام الله عليه تصدى للحرب وللمواجهة لانتهى هو وعلمه. وهكذا بقية أئمتنا صلوات الله عليهم، ومنهم إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن العسكري لو أراد أن يواجه المتوكل أو يواجه غيره من الذين عاصرهم من حكام بني العباس، استطاع أن يؤسس الذي أسسه والذي بقي تراثا له ينتفع به العلماء إلى يومنا هذا قطعا له، قطعا لذهب هو وعلمه الثر. بينما يحدثنا المؤرخون أن إمامنا العسكري مع قصر المدة التي عاشها عمره الشريف كله مع فترة إمامته 28 سنة. هذه الفترة القصيرة وخصوصا فترة الإمامة التي لم تتجاوز 4 سنين، الإمام صلوات الله وسلامه عليه استطاع أن يؤدب 150 عالما من علماء الإسلام الذين رووا عنه بشكل مباشر. رواية تارة يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الحسن العسكري، وهذا بينه وبين الحسن العسكري 4 أو 5، بينما يقول الشخص سمعت الحسن بن علي الهادي يقول كذا وكذا. فرق كبير بين هذا يعتبر أستاذ، هذا يعتبر عالم وليس راويا من شخص إلى شخص. الإمام العسكري سلام الله عليه استطاع في هذه الفترة الوجيزة مع كثرة العيون، مع شدة الرقابة، مع الحصار المفروض عليه، الذي يأتيه يسأل والذي يخرج عنه يفتش ويسأل، استطاع أن يؤدب وأن يبني 150 دماغا من أدمغة المسلمين التي حملت مختلف العلوم، حملت علم التفسير وعلم الفقه وعلم التاريخ وعلم السيرة وعلم الأحكام وعلم الحديث. ثم هو الوحيد سلام الله عليه في هذه الفترة الوجيزة الذي ترك لنا تفسيرا دون سائر الأئمة. وهذا ليس يعني أن الإمام هو أفقه وأعرف، هم سواء على هذا المستوى، لكن أقول استطاع الإمام سلام الله عليه مع هذه الفترة القصيرة مع هذا الحصار الشديد عليه أن يترك لنا تفسيرا عرف بتفسير الإمام الحسن العسكري، وهو من التفاسير المعتبرة التي اعتمد عليها الكثير من مفسرين في تفسير كثير من الآيات الكريمة. ثم في عصر الإمام سلام الله عليه كان التشكيك على قدم وساق، طبيعي لتشجيع من العباسيين، لأنه إذا كثرت هذه المشاكل الفكرية والعقائدية ما بين المسلمين سيشتغل بعضهم بمواجهة بعض ويخلو له الجو ويخلو له الطريق. في زمن الإمام العسكري سلام الله عليه كانت هذه المشاكل وهذه الشبه وهذه الإثارات على قدم وساق، فتصدى لها سلام الله عليه بعقله، تصدى لها بروحه، بعلمه الثر، بعلمه الغزير، بفقهه للقرآن الكريم تفسيرا وتأويلا، وفند الكثير وبقي تراثا يذكر له صلوات الله وسلامه عليه. أقف على بعض هذا من أجل أن نعرف دور الإمام سلام الله عليه على هذا المستوى. من جملة الشبه التي أثارها الزنادقة في نفوس المؤمنين، وخصوصا في تلك الفترة مع وجود الإمام سلام الله عليه، هذا المسلم ما يريد يحرك عقله ولا يريد يفكر، يعني وجود الإمام، وجود الشخص الذي لا يمكن لأحد أن يفتي مع وجوده سلام الله عليه، لأنه يعرف الحكم الواقعي، حكم الشرع الواقعي. قيل له يا ابن رسول الله إن هؤلاء يشكلون علينا ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون ما معنى هذه الدعوة الفارغة؟ أنتم على الصراط أليس كذلك؟ لو لم تكن على الصراط لما جئت مصليا.
فإذا كنت على الصراط فما معنى هذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه مبينا لأصحابه وقائلا قولوا لهم اهدنا الصراط المستقيم، يعني اللهم لا تحرمنا التوفيق الذي به وفقنا لطاعتك في سالف أيامنا، ولا تحرمنا منه والذي به نوفق إلى مستقبل أعمالنا. نعم، أنا الآن على الصراط المستقيم، ولكن من يضمن أني سأبقى على الصراط المستقيم؟ من؟ هذا الصراط المستقيم أنهم يسألون الله عز وجل أن لا يحرمهم الفضل والتوفيق الذي به كانوا على الصراط المستقيم وفي طاعة الله، والذي به سيبقون على الصراط المستقيم وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سلام الله عليه واعلموا أن الصراط صراطان، صراط مستقيم في الدنيا وصراط مستقيم في الآخرة. أما الصراط المستقيم في الدنيا فهو الصراط الذي دون الغلو وفوق التقصير. يا الله، ما أحوج الأمة، ما أحوجنا إلى هذا الصراط، إلى هذا الصراط. يعني الكثير اهدنا الصراط المستقيم وهو مو على الصراط المستقيم. دون الغلو أي إذا كان الطريق فوق الغلو فهو ليس بمستقيم، وفوق التقصير أي إذا كان الصراط دون التقصير فهو ليس بصراط المستقيم. أن يكون دون الغلو وفوق التقصير، الذي قال عنه الإمام جعفر صلوات الله وسلامه عليه: يا شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى يلحق بكم التالي ويرجع إليكم الغالي. فقال له ابن رسول الله: علمت التالي فما معنى الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا. الصراط المستقيم دون الغلو فوق التقصير. وأما الصراط المستقيم في الآخرة وهو الصراط المستقيم الذي يميل بالمؤمنين عن النار إلى الجنة، الذي يؤدي بالمؤمنين إلى الجنة دون النار، والذي يميل عن النار إلى الجنة لا إلى سواها، لا إلى سواها. نعم، هذا هو الذي يكون معيار الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. ثم يأتي سبط بن الجوزي العالم بالحديث وعلم الحديث الشهير. سبط بن الجوزي ينقل عن جده أبو الفرج الجوزي، وهو يتحدث عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ثنائه على الإمام وأنه ثقة عدل، وأنه يروي عن آبائه ولا يروي عن جهات أخرى، يقول سلام الله عليه، يقول رضوان الله عليه، يقول بسند ينتهي إلى الإمام العسكري سلام الله عليه: وله حديث في حرمة الخمر عزيز. هاي كلمة عزيز لهذا المعرف المقيم لهذا الحديث. وله في حرمة الخمر حديث عزيز. من؟ الإمام العسكري سلام الله عليه. يعني لم يروي أحد في حرمة الخمر حديثا أعز من هذا الحديث الذي رواه الإمام العسكري سلام الله عليه عن آبائه وأجداده. ثم ينقل هذا الحديث ابن الجوزي يقول: قال الحسن بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب
قال: أشهد بالله سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشهد بالله سمعت جبريل عليه السلام قال: أشهد بالله سمعت ميكائيل عليه السلام قال: أشهد بالله سمعت إسرافيل عليه السلام قال: أشهد بالله على اللوح المحفوظ، يعني مكتوب على اللوح المحفوظ: شارب الخمر كعابد الوثن. يعني شارب الخمر مشرك، يعني هذا المسلم أو الشيعي أجلكم الله اللي يشرب الخمر كفر بالله، كفر بالله، إلا أن يفيق من كفره من خمره ويتشهد الشهادتين ثانية. شارب الخمر كعابد الوثن. ولذلك يعبر عنا سبط بن الجوزي، يعبر عن هذا الحديث: حديث عزيز، لأن هذا ابن الجوزي جد سبط بن الجوزي كتب كتابا في حرمة الخمر، كان كتابا مميزا ضمنه هذا الحديث العزيز عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وأنا حينما أنفعل وأنا أذكر هذا الحديث يا إخوتي وكلكم تعلمون كم ممن، وأنا على يقين أنه في دعواه لحب أهل البيت صادق، أنا على يقين أنه مو كاذب، لا صادق، ولكن كم منهم من هو يحب أهل البيت وتجده سكرانا، وتجد الخمر في بيته، وتجد المشاكل في بيته. شارب الخمر كعابد الوثن، أي نعم. وعاش إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري، عاش إمامنا منفتحا بقلبه بفكره بروحه، تلك الروح التي كانت على درجة تكاد لا تصدق حينما عيب على ابن وصيف عدم تضييقه على الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما أدخله في السجن. قال: ويحكم ماذا أصنع؟ والله اخترت أشر ما عندي من الرجال فأدخلتهم معه في السجن، ووالله خرجوا إلي عبادا لم أر مثيلهم. ماذا أصنع إذن أنا ماذا أصنع؟ ثم أحضر هؤلاء الذين أدخلهم إلى السجن وقد تحولوا إلى عباد. قال: قولوا ما شأنكم مع هذا الرجل؟ قالوا: وما نقول في هذا الرجل الذي ما رأيناه إلا مصليا، إلا داعيا، إلا مناجيا، إلا تاليا لكتاب الله، فأصبحنا إذا نظرنا إليه ترتعد فرائصنا، فلم نتمالك أنفسنا حتى أصبحنا على الذي أنتم ترونه عليه. إنها الروح، إنها العبادة، فهي ليست كثرة العبادة. لا تنظر إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وحجهم وطنطنتهم بالليل، مو مشكلة عبادة، مشكلة التأثر بهذه العبادة. دور العبادة في بناء هذا الروح، في بناء هذه النفس، في بناء هذا الوجدان، في بناء هذه المشاعر. عاش إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هذه الفترة الوجيزة من مدة إمامته، عاشها على هذا النحو، فترك هذا التراث العظيم. أقول لو أن أئمتنا والإمام العسكري سلام الله عليه تصدى مواجها المتوكل ومواجها غيره من الحكام الذين عاصرهم سلام الله عليه، بقي الإمام بهذا التراث العظيم ليوصله إلينا عبر أولئك الذين بناهم على يديه على التقوى وعلى خوف الله سبحانه وتعالى قطعا لا. أقول يا أخي العزيز أيها المستشكل إن أئمتنا عزلوا، ولو وجدوا القاعدة التي ممكن أن يتحركوا عليها فتوصلهم إلى ذلك الميدان الذي تعني،
الشيء الآخر أنهم صلوات الله وسلامه عليهم تمسكوا بالأصول وتركوا تلك الفروع لتموت ولا تبقى منها إلا العناوين المقرفة، وهذه الأصول هي مداد الأمة وهي ما عليه الأمة من كل عطاء، فهي من تلك الأصول التي حفظها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع أن الإمام سلام الله عليه ما نافسهم في سياسة ولا نافسهم حتى في اجتماع ولا لما وجدوا موقع الإمام الاجتماعي وموقع الإمام الشعبي يتنامى يوما عن يوم، قرروا أن ينفذوا تلك المؤامرة النكراء بتقديم السم إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ليرحل عن هذه الحياة عزيزا، ليرحل حرا بعد أن أدى ما عليه، وبعد أن تيقنا نحن أنه ما رحل من هذه الحياة إلا وولده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو على قيد الحياة. لأن من خلال هذه الأحاديث الطاهرة التي نصت على الأئمة عددا وأسماء، معناه أن الإمام العسكري لا يمكن أن يرحل عن هذه الحياة ما لم يكن الإمام الثاني عشر قد وجد فعلا، حتى لو لم يكن هنالك من شاهد على وجوده وعلى حياته صلوات الله وسلامه عليه. أقول سيدي: وإن عز علينا أن ترحل إلى ربك، وقد ردموا ذلك المعين ولم يعطوه الفرصة التي يستفرغ ما فيها فينفع هذه الأمة فيبني أرواحها ونفوسها وعقولها، وإن عز علينا ذلك. ولكنك سيدي من خلال ما نقرأ أنك وضعت على صخرة المغتسل وحضرك الأحباب وغسلك ولدك وتولى تجهيزك، ولما أقبل ابن أخيك، لما أقبل أخوك ذلك الذي افترى عليك والذي خرج على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وأراد أن يصلي، فجاء ولدك المهدي كما يروي لنا الراوي يقول: فلما قيل لجعفر الكذاب لقد جهز الحسن فتعال وصل عليه، فأقبل جعفر الكذاب ووقف ليصلي والصفوف من خلفه، فلما أراد أن يرفع يديه يكبر أقبل غلام أسمر اللون فجذبه من ردائه وقال: تنحى فأنا أولى بالصلاة على أبي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فصلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أبيه، وخرج ذلك الكذاب، ثم شيع ذلك الجثمان الطاهر ونقل إلى القبر الذي حيث هو. يقول الراوي: لما توفي الحسن العسكري الحسن بن علي سامراء أو سرمرؤا أو من رأى سامراء كأنها القيامة. لمنزلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قل سيدي: وإن عز علينا أن ترحل عن هذه الحياة مظلوما مقهورا، ولكن سيدي ما رحلت إلا بهذه العزة وبهذه الكرامة. ولكني أسأل وأقول سيدي: أيهما أعظم، مصابك هذا مع هذا الذي ذكرنا من التعزيز والتكريم والتبجيل، أم مصاب جدك أبي عبد الله الحسين؟ من الذي صلى عليه؟ من الذي غسله؟ من الذي كفنه؟ نعم هو كشهيد وسيد الشهداء لا يحتاج إلى تغسيل أو تكفين، ولكن من صلى عليه بقي على أرض كربلاء 3 أيام، وبعد أن دفنه ولده زين العابدين ما رجع إليه إلا بعد 40 يوما. وفي مثل هذه الأيام يرحل إمامنا علي بن الحسين ومعه عمته زينب، معه أخواته وعماته، يرحل عن كربلاء. يا راجعين
السبايا إلى أرض المدينة، ذاك المربع الخضري، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم، وخاطبوا الجاد، هذه تحفة السفري. في مثل هذه الأيام لا زالت زينب لم تصل إلى قبر النبي، ولما وصلوا وتراءت معالم المدينة أنشأت زينب مدينة جدنا، مدينة جدنا، ألا تقبلينا مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. يقول بشر قال لي سيدي زين العابدين يرحم الله أباك فقد كان شاعرا. قلت بلى سيدي وأنا شاعر. قال أريدك أن تخبر أهل المدينة بقتل أبي عبد الله شعرا. قلت بلى. قال اسمعني ماذا ستقول؟ أريد أن أبكي قبلهم، أريد أن أسمع قبلهم. قلت أقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يا راحلا نحو المدينة قف بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين اقض حوائج المحتاجين، ارحم مرضى المؤمنين بالعافية، خصوصا من أوصينا له بالدعاء. إخواني من أوصاني بالدعاء اللهم ارحمهم واقض حوائجهم. المؤسسون لهذا المأتم الشريف، القائمون عليه والمشتركون فيه، تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين، وإلى من مات على الإيمان، بلغ اللهم إلى الجميع ثواب الفاتحة مع ثواب الصلاة على محمد وآل محمد.